بطل جديد في الكويت لكن ليس على مستوى البطولة. أحمر عماني أو في الجانب المقابل للأبيض الإماراتي. بقية التفاصيل والأحداث وفصل آخر من فصول الإثارة في لقاءات الفريقين سنتعرف عليها بشكل تفصيلي عبر قنوات الكاس بحول الله بعد سماع النشيد الوطني لدولة الإمارات وبعد السلام السلطاني أيضا لسلطنة عمان. نلتقي بحول الله بعد النشيدين. يثلج الصدر، أمر يشعرك بالفرح هذه الجماهير الكبيرة الحاضرة والتي تتحدث عنها. كرة في محاولة ملعوبة رأسية تأتي، طالت الكرة وعتلت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى هدر كل ما يحمله المشجع حقيقة من أواصر الحب ما بين المدرجين، لكن أيضا في أرضية الميدان بينهم ما بينهم ما في واحد يحب يخسر من الثاني. محاولة إماراتية عن طريق اللاعب أحمد خليل، يتقدم يسقط في أرضية الملعب علي محمود عباس أو علي محمود شعبان حكم المباراة الدولي الكويتي صاحب 43 صلالة ابن بيت دوربين. يلعب كرة بالمقاس أمامية ملعوبة فيها سقوط وحكم المباراة يشير بالاستمرارية. حكم المباراة يشير بالاستمرارية في كل مبارياتها. الأمر الذي يعني الاستغلال كرة بمحاولة وتسديدة تأتي لكن بجوار القائم تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية من أحمد خليل تصل مفروغ منه الاثنين هدافين وبشكل كبير جدا. وملاحظ هنا في الجانب المقابل يجب أن يأتي خالد الهاج في الجهة اليسرى، مرور توغل دخول كرة عرضية ابعاد ياتي في توقيت مثالي جدا. من جديد محاوله بكره مرتده، هذه فيها تسلل فيها تسلل فيها تسلل نعم فيها تسلل نعم. تاخر في التمرير اللاعب جميل اليحمدي على ما اعتقد. مرة قائمة في الجهة اليسرى عرضية راسية تخلصت بعد ذلك وتحولت إلى خارج أرضية الملعب من اللي هو مهند سالم العنسي. كرة فيها محاولة تغطية وصافرة من حكم المباراة وخطأ لمصلحة منتخب المنتخب العماني الأحمر. كرة تصل عند علي مبخوت، تسديدة من علي مبخوت لكن أيضا علت العارضة تحولت إلى خارج أرض المنتخبين. محاولة من سعد في منطقة الجزاء، خالد عيسى يتدخل واصطدام ما بين خالد وما بين خالد أيضا. بطولة الخليج كرة فيها راية موجودة وتسلل، كرة فيها راية موجودة وتسلل، راية تسلل على من أجل مساندة المنتخب. كرة من خالد الهاجري قوية جدا لكن إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة مباغتة من خالد الهاجري. كرة لمصلحة المنتخب العماني، تهيأت تسدد الكرة في الجول. كانوا لا هو محسن. نزي مرة أخرى مطالبة بتغيير اتجاه اللعب من لاعبين المنتخب الإماراتي. والكرة بعد ذلك فيها محاولة استلام مميزة من علي مبخوت والسقوط في أرضية الملعب بعد تدخل دفاعي يأتي عن طريق نهاية أحداث شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي. ربما لا يكون مرضيا بالنسبة تقدم الدخول، الكرة فيها مرور، التسديدة جول. لا علت العارضة الكرة، يعيد الكرة لخالد الهاجري، سدد خالد، لا زالت رأسية ملعوبة. كرة محسن جاهر خلصها خالد منتخب الامارات على مشارف المنطقه، ملعوبه الكره داخل المنطقه، راسيه رد اماراتي ياتي براسيه. ابعاد الكرة الماضية عادت عند عمر، تخلصت من امامه، تدخل من محمد المسلمي بشكل مميز جدا. حكم المباراة يعطي قرار على اساس وجود الخطأ لمصلحة عمر عبد الرحمن في اللقطة جدا عن الامارات وجماهيرها. كرة ملعوبة خطيرة جدا إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية اللقطة والمحاولة الماضية. محاولة أخرى خطيرة لمصلحة المنتخب العماني،
بهدف من ركلة جزاء، وهو من سجل في مرمى المنتخب العماني هدف الانتصار. لمعرفة تفاصيل المباراة وهذا ما نسعى إليه. كرة فيها محاولة خطيرة، تسديدة ملعوبة خطيرة جدا، خطيرة جدا الكرة الماضية من جميل اليحمدي. خاطئة، عادت مرتدة سريعة لمصلحة المنتخب الإماراتي. أمامية تأتي الكرة الماضية، لكن أيضا سقوط من علي مبخوت في منطقة جزاء الأحمر، ومطالبة إماراتية في هذه المرة. كرة الماضية لا زالت مستمرة، جميل يسدد، تصطدم، تسديدة أخرى، يا الله. أيوة عيسى هذا خلال الدقائق المتبقية، لأن هنالك خطيرة جدا المحاولة الإماراتية في اللقطة الماضية إلى أرضية ميدان كتبديل حاضر لمصلحة المنتخب العماني. وكرة تأتي الآن فيها محاولة أمامية، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد للكرة عن طريق اللاعب إسماعيل، وقبل ذلك الراية موجودة والتسلل حاضر. التسلل الحمادي وصلت إلى عمر عبد الرحمن، الكرة بعد ذلك فيها ركلة جزاء، ركلة جزاء عبد الرحمن وفايز عمر. بطل يا فايز، اسد يا فايز، اسد يا فايز، اسد يا فايز، اسد يتصدى رشيدي، يتصدى رشيدي. في اللحظات الأخيرة تقدم، يأتي عرضية في منطقة الجزاء، الكرة بعد ذلك فيها إبعاد، والمحاولة تصل إلى خارج أرضية الملعب، والكرة إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى الحارس خالد عيسى، الذي ومعها المنتخب العماني أيضا يقدمون أداء مميزا في هذه البطولة. راية بوجود تسلل على يبدو رائد إبراهيم، والقرار سهل جدا. كرة عموما في محاولة مرور التقدم، تغطية في منطقة الجزاء، رأسية مرت بجوار القائم، خطيرة الكرة الرأسية الماضية للاعب محمد عبد الرحمن. أحد اللاعبين العمانيين عموما محسن يلعب كرة بشكل مباشر، خطيرة. خالد عيسى يرتقي. اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذا اللقاء والمتبقية، والحديث عن 14-13 دقيقة. كرة من عند إسماعيل حمادي، تسديدة من إسماعيل في المرمى. خطيرة جدا كرة إسماعيل الحمادي، مرت بجوار القائم، تحولت هي مرتدة سريعة تصل عن طريق اللاعب علي مبخوت. برافو برافو برافو، التمريرة في غاية الروعة في اللقطة الماضية، والتدخل من فهمي السعيد أيضا يأتي بشكل محمود شعبان بوجود ركلة جزاء إماراتية تصدى لها فايز الرشيدي. بعد قدم اليسرى صعب جدا، يلعب كرة برمان وفي المرمى، برمان يسجل، أحمد برمان يضع كرة في المرمى، يعلن، وعيسى في المرمى، عبد العزيز يا سلام يا سلام بكل ثقة يضع الكرة في المرمى، وينجح منتخب سلطنة عمان في علي مبخوت في مواجهة فايز. علي يضع الكرة في المرمى، نعم، يسجل منتخب الإمارات. إذن الركلة الترجيحية الأولى بأقدام اللاعب علي مبخوت. الآن حسن أو سعد اللاعب سعد السهيل في المرمى، سعد في المرمى، سعد يسجل سعد. أوه يا سعد، أوه يا أحمد، كانوا الآن أحمد يضعها، يا سلام يا سلام يا أحمد، يسجل، يضع الكرة في المرمى. كانوا معك محمد برغش، محمد برغش يلعب الكرة والكرة في المرمى، نعم، برغش يسجل، برغش يسجل على تنفيذ ركلة الترجيح، يضع الكرة في المرمى. قريبة جدا، خالد عيسى كان قريب، وفايز في المرمى، عموري، فايز يتصدى، فايز يتصدى امام عموري في مرتين، وفي المرة
محسن يا جوهر، 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 يا ذهب يا الماس، يا ذهب يا الماس. محسن للسلاطين، محسن لأبناء عمان، محسن للتاريخ. أسود ولاد العم، أسود بحر انطم. الخليجي الثاني أحمد مبارك كانو يتوج بلقب بطولة كأس الخليج. مبروك، ألف مبروك لأسود قابوس اللقب الخليجي الثاني هنا.